يا مساء الفل والجمال. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده لسه مخلصين حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ وابراهيم فايق. بجد الراجل ده منتلتي وحاجه يعني بصراحه. من مكاسب النادي الاهلي في الاعلام بصراحه، اذا كان اداريا ناجح جدا، اعلاميا ناجح جدا 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 يعني. بصراحه بحترمه وبقدره جدا. يعني أول حاجة لفتت انتباهي يعني قال جملة كده، إن الواحد ممكن يخرج من الأهلي، لكن الأهلي عمره ما بيخرج من الواحد. بجد كلمة قالها كبيرة. حقيقة الكلام طالع منه في منتهى الصدق. يعني الأهلي مش مجرد نادي أو مكان، يعني الأهلي بجد حالة لازم بتعيش جواك أنت كمشجع أو لاعب. أي حد دخل النادي والله. يعني حتى كمشجعين، يعني الاهلي بيفضل جزء منه طول عمره. ودي حاجه احنا لمسينها كمشجعين للنادي الاهلي. والراجل ده احترامه وادبه، ان هو ما نساش اي فضل اتعمل له في حياته، اذا كان من اسرته، من والده رحمه الله عليه، او والدته، او زوجته. يعني كلام لمسني قوي، ان هو بياكد ان النجاح دايما مش بيجي من فراغ. يعني ورا اي حد ناجح لازم يبقى اسرتك او حد من قرايبك، او حتى ممكن ما يكونش من قرايبك. طبعا وكابتن سيد ابو حفيظ اتكلم عن زوجته، ان هي وقفت معاه. طبعا كابتن سيد ابو حفيظ مخلص يعني اعتزل بدري جدا، وازاي زوجته وقفت في ظهره. وجاء كابتن سيد ابو حفيظ وضح ان يعني النقطه الثالثه في البرنامج اللي هو جه اتكلم وقال ان مش شرط ان حد يقف معاك يبقى من عيلتك. طبعا دكتور غريم رحمه الله عليه